تجميد أسعار بعض المنتجات الغذائية بأستراليا لمدة 3 أشهر. والوز يا جماعة متجر الوز رح يبلش من بكرة، والتثبيت رح يصير لمدة 3 أشهر، وعلى أولتون لمساعدة الشعب بتكاليف المعيشة اللي صايرة شي مو بالعقل. ومن هالمنتجات اللي نازلة بالليستة هي اللبن، الدجاج، الخبز، طحين، حفاضات الأطفال. بنفس الوقت رئيس الخزنة المالية عم بيأكد إنه الأوضاع رح تسوء أسوأ وأسوأ بهالثلاث أشهر. يعني إنه هن بدهم يثبتوا مثلا المواد الغذائية ليساعدوا الشعب، ومن هون بيقولوا لكم إنه ما عم بيلحقوا، التضخم رح يزيد، وحتى الفوائد بلشت تزيد كمان تبع البنك إذا ملاحظ. ما بعرف هلأ شو صح، بس أنا على رأيي يمكن بلشوا يخزنوا هلأ الأكل يعني المواد الغذائية الضرورية والأدوية وهالشغلات. يمكن عم يعطونا مهلة 3 أشهر لنبلش نخزن، والله يستر. بحبكم كتير، باي، ولا تنسوا تعليقاتكم تحت بالكومنتات. بما انه خلصت نشرة الاخبار رفعت شعري لفوق.